السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل الإخوة والأخوات من كل ربوع وطننا الغالي، من بغداد لتطوان، من المشرق إلى المغرب. فرحان برشا انكم معايا اليوم، ونشكر كل واحد تابعني ووقف معايا بكلمة طيبة او دعم ولو كان بسيط. اليوم نكمل معاكم الجزء الثاني من جولتي في سيدي بوسعيد، المدينة الزرقاء والبيضاء اللي كل زاوية فيها تحكي قصة وكل باب فيها يخبي سحر ما يتوصفش. نحكي لكم اليوم على لحظات مختلفة، على أجواء أهدى، وعلى تفاصيل يمكن ما تنتبهوا لهاش أنتم من أول نظرة، أما اللي يركز ويشوف الجمال الحقيقي صدقوني معناها حاجة كبيرة برشا. المرة هذه الحكاية كما قلت لكم مختلفة شوية، فيها يعني جو متاع العباد، كيفاش تتحرك، كيفاش تدور، كيفاش تحوس، المشتريات والأجواء خاصة على الإطلالة البحرية. يعني فما شوية جو جميل وجميل جدا. إذا هذه منطقة سيدي بوسعيد بتونس العاصمة، احنا في تونس نقولوا الضاحية الشمالية لتونس العاصمة. قبل ما ننطلقوا رسميا خلينا نقولوا تبدأ الحكاية كي كل حكاية. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها. وطبعا اخوتي واخواتي، مع هذه الاطلالة الرائعة لاجمل منظر للشرفات بمنطقة سيدي بوسعيد، اللون الابيض والازرق الرائع والمبهج واللي يتميز هذه المنطقة، خلونا باش يكون طابع تونسي 100% مع هذه الجولة بهذه المدينة. والاغنية اللي سمعتوها للفنان لطفي بوشناق، تبدأ الحكاية كيف كل حكاية. أيضا خلينا نقول بعض الكلمات لشاعرنا التونسي أبو القاسم الشابي حتى نقربوا لكم كل شيء إلى بعضه. يقول أبو القاسم الشاعر، شاعر التونسي الله يرحمه: إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر، فعجت بقلبي دماء الشباب وضجت بصدري رياح أخر، وأطلقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر، وقالت للأرض لما سألت: أيا هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور ولا النحل يلثم ميت الزهر. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها. حبيت في الفيديو هذا اخوتي واخواتي ما نوريكمش كان الشارع الرئيسي اللي هبط للبحر اكاهو، اما حاولت ندخل بكم الاكثر الاماكن والازقه الضيقه داخل سيدي بوسعيد باش تعيشوا المكان كما عشتوا انا بالضبط، وباش تكتشفوا اللي سيدي بوسعيد مش شارع فقط بل مدينة كاملة تحافظ على نفس الطابع الساحر. الأبواب الزرقاء، الشبابيك، الشرفات البيضاء والزرقاء، وكل زاوية فيها حكاية وجمال خاص. وكما تشوفوا الناس وكما شفتوا من قليل منذ قليل، وباش تشوفوها من بعد الناس كيفاش تمشي براحة وتصور وتعمل في فيديوهات وعاملين جو. والبعض واقف يشري في البامبالوني، واللي ما يعرفش البامبالوني هو نوع من الفطاير المقلية يتغطى بالسكر وطعمه لذيذ برشا، وخاصة كبدة سخون، وكنت صورته من قليل. والأجواء كلها حية وفرحة، يعني الناس الكل شايخة زايطة. هذه بعض المنازل فيها الورود بسم الله ما شاء الله، يعني الناس عاملين جو منبسطين متفرحين. طبعا تعرفوا سيدي بوسعيد اللي هي
قطب من الأقطاب اللي تستقبل السياح بصفة كبيرة وكبيرة جدا على مدار العام، يعني مش صيف ولا شتاء. هذه واحد من الأزقة متاع سيدي بوسعيد. قلنا الأجواء كلها في حياة فرحة، ما فماش حتى شيء، الناس كل شيخة زايطة عاملين بون كيف يعني. وتشاهدوا زاد عائلات تونسية بعد قليل يعني محتفلين بيمكن نجاح البكالوريا، فأجواء كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا. خليكم معايا، الفيديو معاش طويل. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها. ما لا سامحوني اخوتي، قاعد نتكلم بعفوية وبلهجتي، وان شاء الله يا رب تكونوا فاهميني. تعرفوا شنو اكثر حاجة عجبتني في منطقة سيدي بوسعيد؟ اني يمكن انا شخصيا زرتها العديد والعديد والعديد من المرات، وكل مرة نزورها الا ونحس بنفس الروح وكأني اول مرة نشوفها. تعرفوا انها مدينة تخليك تمشي على مهلك من غير ما تحس فيها شيء ماهوش عادي، بتحس روحك تحب تتوقف كل شوي، كل خطوة لازم تقف تتفرج تتأمل تعيش اللحظة. الملاحظ زادة اللي كل واحد يزور المكان هذا عنده هدف مختلف. تلقى اللي جاي يصور، واللي جاي مع عائلته، واللي جاي مع أصحابه، واللي يختار يعني يقعد وحده قدام البحر يشرب قهوة ويستمتع بالهدوء، وكل واحد يخرج من هنا ومعاه ذكرى مختلفة لهذه المدينة الرائعة والجميلة. أنا ديما نقول أحلى حاجة في السفر مش عدد الأماكن اللي تزورها، أما الإحساس اللي تاخده من كل مكان. وسيدي بوسعيد من الأماكن اللي تخلي الإنسان ينسى شوية ضغوط الحياة ويعيش لحظات بسيطة لكن جميلة برشا. وقت يعني حين ما غير ما تعمل برنامج ولا تخطط وتمشي، تخلي رجليك يقودوك وحدك، يعني تحس روحك تمشي وحدك مش انت حسب برنامجك. مش عارف فاهميني، ولكن نبدا نحكي بالتونسي. كل زاويه فيها تفاصيل تستحق الوقوف بصراحه. ساعات تلقى باب قديم، ساعات شرفه مزينه بالورود، ساعات تسمع ضحكه اطفال ولا موسيقى خارجه من احدى المقاهي، معناها الرائعة والتفاصيل الصغيرة اللي تعطي المكان روحه الحقيقة. وزادة اللي يلفت الانتباه هو احترام الناس للمكان، الناس نظيفة وناس تنظف وناس كذا، ما فماش شكون يلوح على الفضلات حاشاكم، الناس كل منضبطة رغم كثرة الزوار. تبقى سيدي بوسعيد هيبتها وجمالها وتحسها محافظة على هويتها التونسية الأصيلة. بالنسبة لي الزيارة هذه ما كانتش مجرد جولة نصور فيها فيديو فقط، وإنما كانت تجربة عشتها بكل تفاصيلها، وحبيت ننقلها لكم كما شفتها بعيني من غير مبالغة ومن غير تصنع. وقاعد نصور بكل حب، يعني بالفعل أنا نعرفها سيدي بوسعيد كما قلت لكم من زمان، قاعد نصور بكل حب حتى توصلكم الصورة كما هي صافية ونقية بدون شائبات، وحتى تتعرفوا أكثر على تونس. إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل، وإن شاء الله بإذن الله باش نصور لكم أكثر مدن عن تونس. نواصلوا الجولة متاع سيدي بوسعيد، الجولة الثانية. أنا كنت عملت فيديو سابقا، وهذا الفيديو الثاني لمنطقة سيدي بوسعيد. تبدأ الحكاية كيف كل حكاية، خمسة ومراية وحنة في ايديها. تكبر البنية وتصير صبية، ونور عشية يزين خديها. قالوا ناس بكرية طفلة، أيام بنادمكي الحفلة تتعدى على غفلة وما يحسش بيها. هنا يا إخوتي وأخواتي وصلنا للإطلالة البحرية، وما زلنا باش تشوفوا مكان أكثر روعة من هذا المنظر اللي تشاهدوا فيه بمقهى سيدي شبعان. إطلالة غير عادية، وباش تشاهدوا أيضا إطلالة أخرى أكثر روعة. إذن هنا يلزمني نصمت، هنا يلزمني نسكت، نخلي الصورة تتكلم وحدها. وواصلوا الفيديو للآخر مع هذه الموسيقى التونسية، وإن شاء الله يا رب ينال الفيديو هذا ينال إعجابكم. ما تنساوش بصمة، اشتراك،
باش يوصلكم كل جديد عن تونس الخضراء. تحياتي لكم، أخوكم محمد التونسي، واصلوا للآخر.